السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا هو تنظيف الشفاط. انا مرضتش اسيبه اكتر من كده. هو مش باين في التصوير قوي لان الكاميرا طبعا فاتحه، فمش هتبين قوي الزيوت وكده. بس انا سبته على قد ما اقدر بصراحه. بس الاضاءه مش جايبه اللي انتوا شايفينه ده. هو المنظر عندي فظيع بصراحة، بس هو مش ظاهر في الكاميرا لان الكاميرا طبعا بتبقى مفتحة اي حاجة وبالذات الزيوت. آه، بصراحة الزيوت كتير جدا. وكمان نزلت المروحة بتاعتها. احنا طبعا ما بنعملش الكلام ده كل يوم. آه، فاحنا عايزين نعمل الشفاط ده بأقل تكلفة. في ناس طبعا سمعتوا ان هما بيعملوه المكان ده بيبقى طبعا مليان من جوه دهون. انا مش بتاخر على الشفاط في غسله. في ناس بتسيبه بس مره واحده في السنه، بيكون لم كتير جدا زيوت، فبيبقى صعب عليكي جدا في التنظيف. فاحنا عايزين ازاي ان احنا نستغل الوقت، وبدل ما احنا نسيبه كل سنه مره او مرتين في السنه حتى. هو ان انت بتشيليه من مكانه مش صعب. هو شيله سهل جدا، يعني كل ما تفتكريه هتنزليه هيبقى سهل بالنسبة لك اكتر من انت تتأخري عليه. بس لو انت نسيتيه او سبتيه لم دهون وتعبتي في التنظيف بتاعه ومش عارفة تنظفيه ازاي، في بيعملوا طرق كتير جدا، كربونات ومش عارفة وكلام من ده. والله الزيوت كتير جدا بس مش عارفة مش ظاهرة ليه في الكاميرا اهو. هو المنظر عندي بصراحة مش حلو، وهو في اكتر وافظع من كده طبعا. بس انا زي ما قلت لكم مش بسيبه كتير، بنزله يعني لو حتى مرتين، يعني مرة كل شهر او كل شهرين مرة حتى. مش هتلاقيه لم كتير. وبالذات لو عندك شباك في المطبخ بتفتحيه بيساعد ان الشفاط ما يبقاش متبهدل معاكي قوي. لكن لو ما عندكيش شباك ومعتمدة بس على الشفاط بتاعك هيتبهدل على طول. انا شايفة في الكاميرا دلوقتي ان الدهون مش ظاهرة، بس هي عندي بصراحة والله يعني فظيعة. فاحنا عايزين نعملها. اهم حاجة اول طريقة قبل ما نعرف احنا هنستخدم الجنيه في ايه، المية السخنة. عندك ملح ليمون حابة تستخدميه براحتك، بس هو دلوقتي غلي واحنا عايزين اسهل طريقة، وهي ايه؟ السلك. هاتي كمية سلك، الحتة دي تقريبا هتجيلها بجنيه، مش اكتر من كده. مش هتستخدمي اي حاجة تانية غير المية السخنة والسلك. وهنشوف ازاي هنعرف ان احنا نستغله، ان هو ما يتعبناش وما نستغلش كمية كبيرة من السلك. تمام. هنجيب الاول مية سخنة، يا اما تفتحي السخان سخنة. وانا بفضل ان احنا ما نبقاش على الحوض على طول، ان احنا نجيب حاجة عشان المية السخنة ما تبقاش نازلة على طول، لان احنا هنحط مية مغلية او سخنة جدا. فعشان المية السخنة ما تنزلش في الحوض على طول، عايزين المية تنزل في حلة او حاجة بلاستيك او كده اهو. عشان لما نفتح المية السخنة، انا مش عاملة على ان الدهون، انا عاملة على المية السخنة بس ما تنزلش مباشرة في الحوض اهو. اهم حاجة الحتة بتاعت المية السخنة دي، هي ايه؟ هتسيح معانا الدهون وهتريحنا شوية. تمام. بسم الله. شايفين الدهون خلاص بدأت تدوب معانا اهو. طبعا اي دهون لما بنيجي نغسلها الافضل ان احنا نستخدم المية السخنة. حابة تحطي الشفاط برضو عليه مية سخنة، هتعملي كده كده انت بتسيحي الدهون بسهولة جدا. ولا بقى تروحي تجيبي كربوناتو ولا بيكنج باودر ولا منظف بقد كده للدهون، وكمان المنظفات والحاجات دي بقت غالية جدا، ولا اي حاجة.
في ناس بتقعد تدور بقى على المنظف اللي هو بينظف البوتاجاز ويشيل الدهون عشان يبقى سهل معانا، وحاجات كلها ملهاش لازمه بصراحه. ان انت لما تبقي تستخدمي الحاجه اول باول مش هتحتاجي لكل الحاجات الغاليه دي. وادام عندك السلك بتاعك برضو مش محتاجه ان انت تجيبي منظفات غاليه اهو. حتى بلاش ناخد دي كمان اهو، للناس اللي بتحب ان هي توفر شويه اهو. مش هتستخدمي بجنيه سلك اصلا. اهم حاجه طبعا الصابون السائل. انا عندي ده، اي صابون بتستخدميه هتعملي بيه اهو. الدهون بتطلع فين؟ في السلك. احنا سيحناها بالميه السخنه، خلاص هتتكي بعزم ما فيكي، هتتكي بعزم ما فيكي لحد ما الدهون تطلع ايه في السلك. الدهون هتطلع معاكي بسهوله، ما تقلقيش. افتح لكم الاضاءه شويه. هتدعكيها بقى ايه يعني حطي قوتك كلها في ان انت ايه تطلعي الدهون. مش هتحتاجي قوه ولا حاجه اهو. الدهون بتطلع معايا اهي. ليه؟ لان احنا سيحناها بالميه السخنه، احنا سيحناها بالميه السخنه. ولو الدهون افظع من كده هتسيبي الميه السخنه مفتوحه عليها شويه، تمام، او هتسيبيها في الميه السخنه زي ما انا سايبه المروحه كده علشان تطلع معاكي بايه بسهوله اهو. شوفي، شايفه بصباعي ده اهو كده اهو، وبتك على السلك اهو طلع معايا. استخدمي بقى يعني بتهالي لو استخدمتي الحته دي كلها، لو حتى هتستخدمي ب2 جنيه سلك، 3 جنيه، ب5 جنيه، وعمرك طبعا ما هتستخدمي ربع كيلو سلك اهي. كفايه الحته دي بجنيه اهو. هتبقي اسمك استفدتي وريحتي نفسك، ولا اشتريتي منظف غالي ولا اي حاجه. وهكذا برضو في البوتاجاز، عشان اللي بتروح تجيب منظف غالي وتقول عشان دهون البوتاجاز تطلع معايا بسرعه والكلام ده، لا، دي اسهل طريقه. شايفين الدهون طلعت منين اهي، الحته اللي انا عملتها. وهتفضلي هكذا الحته اللي معاكي اتملت خالص وما بقيتيش لاقيه حته، لان الدهون اتملت في السلكه هترمي السلكه وهتاخد حته تانية غيرها وهكذا. خلاص. وهتقعدي بقى شوفي، شايفه الدهون بتطلع معايا اهي، بتطلع معايا بسهوله اهي اهي. الميه السخنه والسلكه بتبلع الدهون، بتبلع الدهون اهي، بتبلع معايا الدهون اهو. بتكه بس بالصباع الكبير ده اهو، والدهون عماله تطلع معايا. برضو لسه هقلب السلكه شويه علشان الدهون اتملت من الناحيه دي اهو. هنا في دهون برضو اهو، هنا في دهون اهي اهي. وهكذا لحد ما نخلص ايه الشفاط كله. خلصتي وعملتي لقيتي حته لسه فيها دهون، حته من الجنب، هتجيبي برضو حته سلك جديده وترمي دي، لان هي خلاص شوف الدهون اتملت عليها. وكده هتبقي ما استخدمتيش غير الدهون. بس رجاء بلاش تسيبي الشفاط بتاعك مده طويله، علشان انت اللي هتتعبي بعد كده. مفيش يعني اي وقت انت بتغسلي المواعين مثلا وما عندكيش مواعين كتير، يعني هتقومي منزلاه ومكمله بقى تسليه اتسلي فيه. خلاص دي خلاص ما بقتش مكفيه. عندي حته تانية هنا في الصابون اهي، هعملها هي كمان اهو اهو. بيطلع معايا بسهوله جدا. انتوا شايفين ولا استخدمت اي ملح ليمون ولا خل ولا الكربونات ولا اي حاجه من الكلام ده، ولا رحت جبت بقى مستر شاهين والحاجات الغاليه اللي دلوقتي اساسا. حتى الفلاش اصلا بقى غالي، المنظفات كلها انتوا عارفين ان هي بقت اغلى الضعف اهو. خلاص انا بس اللي مبطئني
التصوير. لكن لو مش التصوير طبعا انتي هتخلصي بسرعة، هتخلصي هتلاقي الدهون طلعت معاكي اسهل. وهكذا برضو هنعمل في المروحة. هكمل بقى الحتت الصغيرة اللي فضلت دي وهرجع لكم عشان ما اطولش عليكم في الفيديو، وهنكمل مع بعض تاني. غسلته، شايفين ما شاء الله الدهون كلها خلاص شلتها. انا جبت سلكة في الاخر اهي نضيفة مفيش فيها دهون، لان ظبطت بيها الحتة خلاص. اخر بعد ما شلت الدهون بالاتنين دول، انا استخدمت بقى الاتنين دول اهم في الدهون اهو. طبعا هنرميهم، وواحدة بتستخدميها في الاخر بعد ما تشيلي الدهون تلمعي بقى بيها وخلاص. وانا شطفت الوش زي ما انتوا شايفين كده بسهولة خالص، حتى الدهون نزلت وساحت ما شاء الله. الدهون ساحت. انا قلت لكم ما تتاخريش عليه. انا جيت فتره ما كنتش عارفه اساسا ان المروحه دي اشيلها ازاي، فكان عليها كميه دهون ما اقولكوش. والله عملتها برضو بنفس الطريقه وشلت كل الدهون برضو بالسلك بس، برضو بالسلك بس. فانت كل اللي عليكي تشيلي الدهون بسلك، وفي الاخر تلمعي المكان بسلك. ولا هتستخدمي منظف غالي ولا اي حاجة، هو بس حتة سلك مش مكملة حتى جنيه. انتوا شايفين اهو السلك اللي انا استخدمته مش مكمل حتى جنيه. هتستخدمي بجنيه لو الدهون عندك فوق ما تتخيلي، ما انتيش عارفة تشيلها ازاي. ممكن ساعتها لانك هتحتاجي تقريبا كل واحدة من دي هتاخدي لها حتة سلكة زي دي. لو الدهون عندك قوية جدا ماشي، هتستخدمي لها زي ما انت قلت، زي ما انا ما بقولك كده اكتر. شايفين الدهون بتطلع ازاي؟ لاني انا منزله عليها ميه مغليه فهتطلع معايا بسهوله. لكن لو ما كنتش حاططها في ميه سخنه كانت هتضايقني جدا على بال ما تخرج، لان هي بتبقى لازقه. لكن هي دلوقتي سايحه من الميه السخنه فهتطلع معايا بسهوله في السلكه. يبقى كده كل اللي انت تكلفتيه اقل من جنيه سلك، ما تكلفتيش اي حاجه تانية. خلاص هخلص بقى المروحه واوريها لكم علشان ننهي مع بعض الفيديو. كده انا خلصت دي خلاص. اخر سلكه كنت بلمع بيها زي ما قلت لكم. خلاص كده تمام اهو. نزلها في الميه السخنه برضو، مهيش سخنه قوي، انا فتحت عليها الميه البارده شويه. كده تكلفنا حاجه؟ ما تكلفناش حاجه. كل اللي تكلفتيه بجنيه سلك اهو. خلاص كده الشكل النهائي. وغسلت دي بيلمع، شايفين ما شاء الله بقى عامل ازاي؟ شايفين النتيجة؟ مجرد ما كملناش حتى بجنيه سلك، بجنيه اهو، ما كملتيش حتى بجنيه سلك اهو. شايفين حتى السلك فاض قد ايه؟ فاض كتير معايا اهو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك. مع الف سلامة.